يا نهاري على الجمال. قمر بجد. الرغيف ده بقى، السندوتش ده كلنا اتخانقنا عليه. كلنا اتخانقنا عليه. وهي بتعمله كده، وقفنا كلنا اتخانقنا عليه وكلنا كلنا منه. بجد قمر قوي. تحفة، تسلم ايدك يا ماما والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. صلوا على النبي قبل اي حاجة. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا بقى النهاردة اكلة بالفيديوهات اللي انا نزلتها كلها. اكلة النهاردة بكل الاكلات اللي عملناها. دي بقى الفشة، ماما بتغسلها كويس. غسلتها كويس، غسلتها كذا مرة. هنا بقى بتعصر عليها الليمون وبتحط القشر معاها. وكده بتعصرها، تعصر الليمونة كويس وبتحط القشر فيها. هنا بقى حط شوية ملح. ده المحلول اللي هي بتعمله فيها. تنقع الفشة في محلول. هنا بقى كانت المية غليت. كانت الفشة غسلتها كويس اهي. بعد ما نقعتها شوية غسلتها كويس، وجت بقى تحط الفشة في المية بعد ما غليت. هنا بتسلقها الأول. نزلها بقى واحدة واحدة. هنا بقى بتحط ورق لوري. كام ورقة كده. لو هتحط حبهين. هنا بقى كانت ماما بتقطع بصلاية. هتحطها دلوقتي. هنا بتنزل الأول الفشة في المية. هنا حطت البصلاية بقى. وهتغطي عليها. هنا بقى بعد ما اتسلقت بتطلعها بقى. طلعها في طبق لوحدها بره. كده قمر قوي طعمها، الفشة اصلا طعمها تحفة جدا. طلعها كلها بقى. يعني كده. طلعها كلها من الشوربة. هنا بقى جابت هي صينية وحطت فيها زيت على النار. وهتنزل بقى بالكبدة. الكبدة دي بقى متقطعة صوابع رفيعة زي الشعرية. وتقعد بقى تقلب فيها، بس لازم الزيت يبقى سخن. تقعد تقلب فيها بقى لحد ما تستوي. تحط عليها الملح والفلفل الاسود والبهارات. بس لازم اهم حاجة يبقى الزيت سخن. تقعد بقى تفككها من بعضها كده عشان الصوابع تبعد عن بعضها، تتفكك كده. كده الاكله دي بقى، دي كانت مكافأة لينا. كنا كلنا واقفين فيها اعصابنا سايبه ومنهارين. علشان دي كانت يوم الروتين اصلا اللي انا نزلته. الروتين بتاع غسيل الحفاظات وكل ده. كانت ماما بقى بتكافئنا بيها دي. بعد ما نضفنا لها الشقه كلها وعملنا لها الحفاظات كانت بتكافئنا بيها. هنا بقى بتحط البهارات. حطت الفلفل الاسود. تقعد تقلب بقى عشان تعملها كلها. مقولكوش بقى على الريحه. حاسه انها واصله لكم من كده. من الفيديو حاسه ان هي واصله لكم. تفضل بقى تقلب فيها لحد ما تستوي. هنا بقى حطيت الملح. تقعد بقى تقلبها. هنا هو بتحاول تفكك الحته دي علشان تبقى كلها تستوي. عظمه بجد. عظمه. كده بقى خلاص، دي اخر تقليبه. وهتنزل بالسجق كده.
تنزل بقى بالسجق بعد ما بصوا هي على جنب كده، ركنت الكبده على جنب، بدأت بقى تنزل بالسجق وهتفضل برضو تشوحه. اه جمدان بجد. تقعد بقى تشوحه كده لحد برضو ما يستوي. كده اقعد تقلب. والله انا حاسه ان انا مش محتاجه ان اتكلم عن الاكل ولا محتاجه اطلع صوتي، هي الاكله بتتكلم عن نفسها. هنا بقى كانت برضو ركنت السجق على الكبده ونزلت بقى بالفش. تقعد بقى تقلب فيها، بعدين بقى تنزل بباقي الحلويات بقى، الحاجات القمر بقى. يعني نزلت بالبصل والفلفل الالوان، فلفل احمر واصفر الوان، وهتقعد تقلب بقى. هنا بقى معلقه توم، ده متفرز برضه، هبقى انزل لكم فيديو عنه. تقعد بقى تقلب، تقلبه بقى كله ببعضه. هنا بقى كانت بتبعد السجق والكبده على جنب علشان تنزل بالكرشه والحلويات، باقي الحلويات بقى على الفش. بجد قمر قوي، اكله تحفه جدا. تقعد بقى تقلبهم. هنا بقى كانت بتنزل بهريسه الشطه اللي احنا عملناها مع بعض. قلت لكم في كل فيديو هقعد اقول لكم اللي احنا عملناه مع بعض. بعدين بقى تقعد تقلبهم كلهم في بعض. الريحه الريحه بموت يا فخري. بنهار. تقعد بقى تقلب فيه. عايزه اقول لكم والله ان انا جوعت تاني اصلا، جوعت تاني وانا بتفرج على الفيديو. حاجه عظمه قوي بجد. هنا بقى بتحط فلفل اسود، تحط شويه ملح. تقعد بقى تقلب تقلب. في اللحظه دي بقى كلنا انهارنا، كلنا خلاص انهارنا بقى. كانت اختي واقفه هنا عماله تقول انا اللي هاخده، وانا اقول انا اللي هاخده، وماما تقول انا اللي هاخده. في الاخر كلنا كلنا منه اصلا. بس المنظر اصلا لوحده بجد عظمه قوي، والريحه بقى عظمه، الريحه عظمتين والطعم ثلاثه. يعني الشكل عظمه والريحه عظمتين والطعم ثلاثه. بجد جميل قوي، تحفه جدا. تسلم ايدك يا ماما والله. ده بقى كانت ماما حطيته في السيرفيس خلاص. شكله بجد جميل جدا. متنسوش بقى اللايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا كومنت حلو كده زي